وفي السياق ذاته نظم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ندوة حوارية حول الصحافة الكردية في ظل التطورات المعاصرة، وذلك في حديقة القراءة في مدينة الحسكة من قبل منظمتي الحسكة وسريكانيه لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا. وناقش المشاركون دور الإعلام الكردي التاريخي، كما اتفق الحاضرون على أن الإعلام يجب أن يعزز من قدرته على تعزيز الوعي والمصداقية، وأن يكون في طليعة الجهود الرامية لتحقيق التقدم والاستقرار للشعب الكردي في المستقبل. جريدة كردستان اللي تأسست عام 1898 كان رئيس تحريرها مقداد مدحت بدر خان، هو اللي كان يكتب على عدة مواضيع اجتماعية، خاصة بالنسبة لمسألة التخلف ومسائل الثانية العشائرية اللي تأثر على القومية الكردية، مسائل الجغرافيا، انتشار يعني المناطق الجغرافية الكردستانية اللي كانت منتشرة بالدولة العثمانية، أو عن الفساد أحيانا كان يكتب، والأمور الثانية التاريخ خاصة كان يركز عليها جدا. هاي الجريدة استمرت، طبعا انتشرت أول مرة تم نشرها بالقاهرة، فيما بعد انتقلت إلى اسطنبول ووقفت. هاي كانت الأساس لجرائد ومجلات كردية فيما بعد. الحركة الكردية اللي تأسست عام 1957 كانت تمتلك جريدة واحدة باسم صوت الكرد. هذا صوت الكرد كانت تطبع شهريا، يعني مرة واحدة، توزع سرا بين المناطق الكردية فقط، ما كانت توزع مثلا للمكونات الثانية العرب، لأنه كانوا هم السلطة، كانت ممنوعة أنه حدا يكتب أو ينشر بالكردية. هاي الأمور فيما بعد مير جلادة بدر خان تبنى الأحرف اللاتينية، وصارت في يعني الأكراد يكتبوا باللغة الكردية بالأحرف اللاتينية. هاي استمرت هذه الجرائد صارت الأحزاب كل حزب معني بجريدة واحدة، مثلا ب 65 صارت بدل جريدة واحدة صارت تطلع 3 جرائد، وكانت تنشر يعني شهريا دورية شهريا توزع على المناطق الكردية.